حبايب قلب ام ادم، عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. السلام عليكم يا حبايبي، ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتعالوا نعمل مع بعض الكنافه. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنعمل الشربات ونسيب الشربات يغلي وبعدين هنشتغل في الكنافه. بصوا الشربات بقى، حطيت ميه هنا، هما كوبايه ونص على كوبايتين سكر. احط السكر، حط كوبايه ونص سكر كده. كده تمام سكر. انتوا بقى عايروهم وهنولع عليهم. بصوا هنولع عليهم النار وهنسيبهم يغلوا، وبعد كده هنحط لهم عصرة ليمونة وحتة فانيليا اهو. بصوا كده يا حبايبي، هدوب السكر عشان ما يركزش وما يبقاش عامل زي العسل من تحت. هدوبه كده اهو، هخليه يدوب خالص السكر. وبعد ما يغلي زي ما قلت لكم هحصر ليمونه واحط حته فانيليا وخلاص على كده، ونسيبه يبرد خالص وتعالوا نشتغل فيها في الكنافه. بصوا كده دوبته. بصي الكنافه انا مطلعاها من الفريزر يا حبايبي، لازم تكون طالعه من الفريزر، لازم. هنفضها في البوله دي وهرجع لكم. بصي يا اخواتي، قاعده افرك فيها بعد ما طلعتها من الفريزر وفكتها من الكيس. قاعده افرك فيها، شايفين؟ انا هعمل صينيه صغيره عشان دول هشيلهم كده، دول يعملوا صينيه تاني معايا هشيلهم في الفريزر. يا ضبط هنعمل صينيه على كدنا، لازم ما يبقاش فيها حتت مكلكعه، لازم نفكها كلها. وبعد ما نفكها يا حبايبي معلقتين سكر ناعمين، معلقتين لسه يا ام ما يتعمل يا قلبي نيه يا ام. معلقتين سكر مطحونين، وبعد كده نفضي عليها السمن. حالا اوريكم وانا بفضي عليها السمن. وهنحط لها معلقتين سكر مطحونين. بصوا يا حبايب قلبي كده حطيت لهم معلقتين سكر مطحونين. وبصوا الكنافه احنا عايزينها كده، الكنافه تكون ناعمه بالشكل ده. وهنا سيحت السمنه، بصوا السمنه سيحتها، هسيبها تبرد شويه السمنه وبعدين هفضيها على الكنافه. بصوا خلتها ساحت خالص. وهنا الشربات بيغلي، بصوا هنحط له عصرة ليمون. هندي بعد عن النار كده شوية وهنرجعه يغلي تاني. عصرة ليمون خفيفة كده وشوية فانيليا، شوية فانيليا، نقطتين فانيليا عشان تدي للكنافة طعم حلو كده. وهنسيبها تغلي شوية تاني وبعد كده هنشيلها. بصوا كده يا حبايبي، هنفضي السمنة عليها. هقلبهم كده مع بعضيهم عشان ندخل السمنة كله. مش هتنفع المعلقة، نشتغل بايدينا يا اخواتي. ندخل السمنة كله في الكنافة. بصوا لازم ندخل السمن كله في الكنافة يا حبايبي. بصوا يا حبايبي شايفين كده هعمل ايه؟ هعمل الصينية كده هدهنها كلها سمن، لازم ندهنها دهنة محترمة كده، دهنة محترمة. بصوا يا اخواتي الصينية خليناها كلها سمن كده، وهنحط نص الكمية من تحت ونص الكمية من فوق عشان هنحشيها مكسرات. بصوا كده نص الكمية، هي كتيرة متهيجي نص الكمية بس، هي هنضغط عليها كده. لازم الكنافة نضغط عليها، يعني نوسع كده ونضغط نضغط 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 عشان تحمل وعشان تدينا الحاجة الحلوة اللي احنا عايزينها، متبقاش حاجة أكبر من حاجة، لازم كله يبقى قد بعضيه. بصوا أنا قعدت أضغط كده، حبيت أعمل معاكم الكنافة الأول وبعدين أعمل الأكل. هنعمل سمك يا اخواتي. عملت ليه الكنافه الاول؟ عشان ادخلها في الفرن
من ما اخلص السمك تكون دي حمرت. بصوا شايفين الطبقه اللي من تحت خلتها سوي واحد كلها في النص. وبعد كده هحط زبيب، شويه زبيب كده من تحت هم عشان نعملها بالمكسرات. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا. بصوا كده يا حبايبي كده بس. ما عندناش فول، كنا حطينا فول بس كده تمام. رضا نعمة وفضل من عندك يا رب. بصوا حطينا في الكنافة، وهنحط النص التاني كده اهو. انا حبيت اعملها معاكم خطوه بخطوه عشان تعرفوها كده. ادم كل حاجه شغاله بايديها، مش تفضل تقول يا اما انا مش شغاله بايديكي مش عارفه. لا عادي يا اخواتي، ده ايدينا اللي عطاها لنا ربنا، ده نعمه وفضل من عندك يا رب. ان ربنا عطينا الايدين النعمه دي، ان احنا نقضي بيها ونعمل بيها وناكل بيها ونشرب بيها ونعمل بها الاكل. اصل من بعد الناس يقول يا ده بتعملي بايديك. طب ما هي الايد دي هي اللي بناكل بيها، وهي الايد دي هي اللي بنشتغل بيها، مش هتفرق يعني يا حبايبي. نضغط كده قوي عشان تمسك معايا المكسرات. شايفين يا اخواتي؟ شايفين ادي الكنافه بتاعتها خلصت. هحطها في الفرن وتعالوا نشتغل في السمك. بصوا كده يا حبايبي ادي السمك اهو. هنفتح على الحنفيه عشان ننضفه، نرمي الاكياس كده كيس الزباله ده، وهنفتح الحنفيه. انا دخلت الصينيه دخلتها في الفرن، يعني كده خلاص خلصنا الكنافه. هنبدا بقى نعمل السمكات. لسه جايبينه حله طازه، هنخليه فل. بصوا شكله هنخليه فل. بصوا يا حبايبي خلصنا السمكات، خلتهم زي الفل. شايفين؟ خليتهم قلبهم كده زي الفل. نضفناهم وخليناهم فله كده بالليمون والملح، ودعك 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 وكله مرشناهم ولا كأنك عامله سمك اصلا في المطبخ. بصوا كده فصصنا التوم، حطينا شويه توم. هنحط تاني مع بعض. انا هنحط كمون وبعد ما نضربهم كده بصوا كمون، وبعد كده شويه ملح وهنفرم الكلام كله ده مع بعضيه. وبعد كده هنحصر على ليمون. بصوا كده يا حبايبي فرمناهم فرمه تمام. هنحصر عليهم الليمونه. هنحش البذر كده عشان ما يطلعش في السمك. نص ليمونه كده هنعصرها في التوم كده، وهنقلب كل ده مع بعضين وهنحيج السمكه بقى. بصوا انا حشت الشربات سايباه يبرد، ولسه الكنافه في الفرن. وانا ليه عملتها الاول؟ عشان ايديا متبقاش مليانه بالتوم وايديا مليانه بالسمك، ونروح نعمل الكنافه. عملناها الاول حطيناها في الفرن، ندعك كده من بره ومن جوه ونسيبه كده السمك. البوتاجاز كده بيتنضف بعد ما بخلص الاكل. بمسكه بمرشه، اديكم شايفينه نظيف، بس مكان الحاجه ومكان الزيت ومكان ده همسكه بعد ما اخلص هخليه زي الفل. نمسك ندعك كده السمك نخليه كله يخش بالليمون كده والثوم والملح، يبقى بصوا مفهوش ريحه زفاره. هو اساسا السمك الكبير ده ما بيبقاش ليه زفاره كده اهو. نمسك التوم ونرش كده. حبايب قلبي رجعنا تاني كده بعد ما طلعنا الكنافه من الفرن. شايفين؟ بس حلاوه اللون، شايفين اللون اللي خدته الكنافه؟ تحفه. هنقلبها مع بعض عشان نسقيها الشربات. نجيب الصينيه بتاعتنا دي الكبيره سخنه مولعه نجيبها ونرجع. بصوا تعالوا نشوف بقى
اول حته. الله الله الله، حلاوه. بصوا شايفين الكنافه؟ الله الله عليها، الله عليها وعلى جمالها، بس مولعه مولعه مولعه. هنسقيها بالشربات وهي سخنه كده. بصوا كده، سامعين الصوت؟ لازم الشربات يكون بارد والكنافه تبقى سخنه. بس يا دوبك بنعمل الشربات كدها بالظبط. شايفين كده الكنافه؟ عسل. اللهم اني صايمه، اللهم اني صايمه. عايزين ايه؟ شايفين كده؟ هوريكم حته عشان عسل عسل، مش مستحمله لسه، ما مسكتش ببعضها عشان لسه حاطين الشربات حالا. حالا تمسك في بعضيها. شايفين؟ احنا حايشينها مكسرات. بصوا دي القلبه، ووريتكم العدله وانا مطلعاها، وريتكم العدله، ودي القلبه بتاعتها، يعني واخده اللون ده، اللون زي القلبه زي العدله. يلا بينا نعمل ايه؟ نعمل البتاع ده السمك. نسيب دي بقى كده الحلو نسيبه على جنب. تعالى اعمل معاكم شويه رز ابيض. مش هنعمل رز التاني، هنعمل رز ابيض بس. انا استنيت لما القرآن اشتغل وقلت ابدأ عشان الاكل عايزاه سخن. يا دوبت عملت الكنافه بس وغسلت وبصوا تبلت السمك كده بالدقيق وسبته، وقلت يا بعد يعني قبل ما يأذن المغرب لازم اجيهم. عشان ايه؟ عشان يبقوا السمك سخن، عشان لو ما كانش الاكل سخن مش هيتاكل. قلت اعمل الرز بياخد وقت وهسيبه يتشرب طبعا. حطينا حته زيت وهنحط الرز بتاعنا. يا دوبك بصوا شويه رز على الكد، عشان الرز بيزيد ومحدش بياكل كتير وما بيبقاش حلو لو اتركن. هي اكله واحده في المغرب الواحد بياكلها بس. هنسيبه كده ياخد لون ابيض وبعدين نطشه بالميه بس. استنوني. بصوا كده يا حبايبي، قلبت في الرز كده لما خليت الحبايه بيضه عشان انا عايزه رز ابيض. هطشه بالميه. انا بصوا بغلي ميه كده في الكتل، هطشه بالميه كده اهو. بس كده تمام. عشان ما يبقاش ناقص ايه، ما يبقاش ناقص ميه. هنحط له ملح ومرقه وخلاص. بصوا كده يا حبايبي، ببدا ان انا اجلي السمك. جليت اول سمكه واديني هوريكم ايه وثاني سمكه معايا. بصوا السمك ريحته خطيره وريحته جميله. الله. هنجلي السمكات كلهم واوريهم لكم، والرز هنا خلاص طفت عليها. بصوا يا حبايبي خلصت والاذان بيدن. شايفين؟ عملنا شويه رز ابيض كده مفلفلين. بصوا اللون بتاع الرز خطير، وشويه مخلل وشويه جرجير. والحلو بتاعنا بقى بعد ما ناكل هنحلي بالكنافه بتاعتنا الحلوه دي. وادي السمك الخطير العسل ده. يلا حبايبي، عايزين حاجه؟ باي.